اختراق الواي فاي، او بمعنى اصح سرقه باسورد الواي فاي. ازاي تسرق باسورد اي راوتر وتخترقه بسهوله؟ النهارده ان شاء الله ازاي تخترق اي راوتر، ازاي تعرف باسورد اي راوتر وفي اقل من ثانيه، من غير ما تنزل برامج، من غير ابلكيشن على الموبايل، من غير اي حاجه. في ثانيه واحده هتكون عارف الباسورد وعامل كونكت على الشبكه وشغال نت. بس اللي انت بتقوله ده خطير جدا. يعني كده انا هقدر اسرق اي شبكه واي فاي؟ ايوه، هتقدر تسرق اي شبكه واي فاي وتدخل عليها وتهكرها، وبكل سهوله هتشتغل انترنت في اقل من ثانيه. الفيديو ده على فكره خطير جدا 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 ومهم جدا جدا جدا. احفظ الفيديو ده عندك، هتحتاجه بعدين. خليكم معانا ومستر تك. في البدايه لو بتتابعنا لاول مره ما تنساش تشترك سبسكرايب وتشترك في القناه، ما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. ادي كده شبكات الواي فاي زي ما انتم شايفين. وليكن شبكة زي دي، نعمل كونكت، وهنا هنكتب الباسورد. ونضغط على اوكي، والانترنت زي ما انتم شايفين اشتغل معايا. زي ما انتم شايفين الانترنت شغال معانا، وادي يا سيدي البنج اهو، البنج بتاعي شغال. ادي مثلا اليوتيوب، النت شغال معانا اهوت، مفيش اي مشكله. بص انا هخليك تمشي في الشارع معاك واي فاي في كل حته. انت هتبقى ماشي كده في اي مكان، تفتح الموبايل بتاعك تعمل كونكت، النت تشتغل معاك. طب استنى كده، ادي شبكه تانية اهو، وليكن مثلا الشبكة ديت اهي، ديت مختلفة عن اللي فوق، دي حاجة تانية اهي. نضغط عليها كده، نضغط على كونكت، ادي الباسورد، وادي الباسورد. ادي البنج بتاعنا اهو، جاب نت. ده طبعا في الحتة اللي انا عملت ديسكونكت من الشبكة دي وعملت كونكت على الشبكة التانية، وهنا اهو عمل كونكت عليها. انا كنت عامل على التانية اللي هي الاي 8 ديت الزيرو 8، ودي برضو كنت عامل عليها كونكت اهو. لو نزلت على ديت كده اهو، رجع عامل عليها كونكت من جديد اهو. تمام، وادي ديت اهي. اهي كونكت، والبنج اشتغل معايا. لو شغلت هنا اي فيديو شغال معايا النت، مفيش اي مشكلة. طيب ايه بقى السر؟ ان دلوقتي ولا نزلنا برنامج، ولا هتنزل ابلكيشن على موبايل، ولا اي حاجه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتفتح الواي فاي وهتكتب الباسورد. طب انا عرفت بقى الباسورد منين؟ تعالى بقى يا سيدي اوريك السر. على فكره الطريقه ديت هتخليك تشتغل على كل، يعني احنا كده كل الراوترات دي يا جماعه معرضه للخطر ومعرضه للاختراق. تعالى بقى يا سيدي نفتح صفحه الراوتر. احنا دلوقتي عاملين كونكت على الراوتر ده مثلا، اللي هو اخره اي 8 ده. تمام اهو، اسمه 4292 اي 8. تعال نفتح بقى صفحة الراوتر بتاعته.
هنا بقى ادمن اهي، وهنا الباسورد اهو 4292 E8 4292 E8 وادي بقية الباسورد زي ما انتم شايفين فتح معايا. طب ايه السر بقى يا جماعة؟ تعال اقول لك. ادي يا سيدي الواي فاي ده كده اسم الشبكة. خد بالك كويس جدا من اسم الشبكة. انزل تحت كده هتلاقي الباسورد زي ما انت شايف كده، الباسورد مش باين. لو ضغطت هنا كده الباسورد ظهر معايا. بص كويس بقى وركز. ادي هنا اسم الشبكة والارقام 4292 E8 تمام. 4292 E8. لو جيت تبص تحت كده هتلاقي ان هو ده الباسورد اهو 4292 E8. الاختلاف في ايه؟ الحرف ده كابيتال وهنا سمول. طب انا كده عرفت 6 ارقام من الباسورد، باقي رقمين 2 يعني تقدر تعرفهم بمنتهى السهولة، وانا هقول لك عليهم. هما 23 اهو في كل الراوترات، في معظم الراوترات. الرقم ده بيبقى آخر 8 في السيريال. فكل الراوترات اللي السيريال بتاعها 23 هتقدر تكتب لها 23 وتكمل الباسورد. كل الراوترات اللي التسلسل بتاعها 23 هتكتب 23 وهتكمل بقية الباسورد. وزي ما انت شايف كده هم هنا 6 أرقام موجودين في الاسم، يعني الاسم اهو هتقوم كاتب الاسم وتقوم مزود عليه بس ال 23 او الرقمين اللي انت مش عارفهم وتعمل كونكت. و23 دي كده ممكن تتكرر معاك في مليون راوتر. شوف ادي عندك هنا 6 اهو 6. اعتبر دول كده لو هم 6 صفار يبقى انت كده معاك مليون راوتر هيبقى بنفس التسلسل ده. مليون راوتر انت كده عرفت الباسورد بتاعهم. هتكتب 2 3 وبعد كده تكتب الباسورد. المشكله زي دي خطيره يا جماعه جدا، ده انت كده الراوتر عندك هيتسرق. وانا كده بقول كده لكل الناس. ايوه طبعا لازم اقول للناس ولازم اوعيها ولازم الناس كلها تعرف مشكله زي دي، لان اللي هيعرف حاجه زي دي وعلى فكره دي سهله جدا. يعني هي بقى اكيد ناس كتير خدت بالها من حاجه زي دي، ان هو اسم الشبكه هو الباسورد. والدليل هنا بقى ان محدش، في ناس كتير ما عرفوش المشكله دي. يعني اهو الناس هنا زي ما انت شايف كده محدش غير الباسورد بتاعه. الباسورد يعني اسم الشبكه زي ما هو والباسورد زي ما هو. انا لما عملت كونكت اشتغلت على طول. طب ايه المطلوب بقى من سيادتك؟ المطلوب هنا ان انت لازم تغير اسم الشبكه. لازم، ده مهم جدا 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 عشان محدش يعرف الباسورد بتاعك. وبالمره وانت واقف في الصفحه غير الباسورد يا سيدي. ما تسيبش الباسورد بتاعك كده. ما تقولش ده باسورد صعب، لا ده باسورد على فكره متوسط ما هو الصعب. ده هنا انت عندك حرف واحد بس وسمول. مفروض يبقى حروف كابيتال وسمول، ومفروض كمان يبقى فيه علامات. هنا ولا فيه كابيتال وسمول ولا فيه علامات، والاسم هو الباسورد والدنيا ايه صرفه كده. الكل شغال في اي وقت هيشتغل. طيب اعمل ايه تاني يا سيدي؟ اخفي الشبكه بتاعتك من هنا كده. حدد عدد المتصلين بحيث لو هو قدر ان هو يوصل للباسورد بتاعك بعد ما جاب برامج كتير وقدر يخترق الراوتر بتاعك ما يعرفش يدخل برضه، لان انت محدد عدد المتصلين. وديك كمان هتخفي الشبكة، يعني مش هيبقى شايف شبكتك من أصل. طيب حاجة تانية بقى لازم تعملها مهمة جدا في الراوتر ده. طبعا احنا الراوتر اللي احنا بنتكلم عنه راوتر NN بوكس. مش كل راوترات وي تقدر تخترقها بالسهولة دي. مش كل راوترات وي هتقدر تعرف الباسورد بتاعها زي ده. لا، الراوتر ده الوحيد اللي فيه الثغرة دي. راوتر NN بوكس الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هو الاسود اللي ب4 انتن. تعالى هنا بقى نشوف مثلا الراوتر ده
اللي هو اخره اي 8 ده له كام شبكه؟ ادي كده واحد اللي هي ال 5 جي، وادي الشبكه الثانيه جيست 2، وادي شبكه ثالثه اهي. كل دول نفس الاسم ونفس الباسورد. يعني لو جيت ادخل هنا كده، هات لي كده الباسورد بتاعنا اهو، ده نفس الباسورد انا لسه ما غيرتوش اهو. انا عندي هنا الشبكه اسمها جيست اهي. هي دي ممكن اكون انا داخل عليها قبل كده. طيب هات لي كده اللي هي اللي تحت دي، ديت برضو نفس الراوتر. طلب مني الباسورد اهو، اهو نفس الباسورد اهو يا جماعه، انا ما غيرتش حاجه. اوكي، الثلاث شبكات نفس الباسورد، كل راوتر له 3 شبكات بنفس الباسورد. طب انا لو غيرت هنا، لو انا غيرت هنا هيتغير في 3. هنا طبعا ادمن، وهنا باسورد الراوتر، ولوج ان. كده فتح على الصفحه بتاعه الراوتر اهو. هنا طبعا ده باسورد صفحه الدخول. نصيحه غيره، طالما بقى الحكايه كده والباسوردات بتاعتنا بقت بالعلن، نصيحة غيروا. يا جماعة الفيديو ده مهم جدا جدا، ولازم تعمل شير للفيديو ده فورا، وإلا كل البلد هتبقى عارفة الباسوردات. على فكرة دي حاجة يعني أي حد يقدر يكتشفها، يعني مهيش حاجة صعبة، أي حد ممكن يكتشفها دلوقتي ويدخل على الراوتر بتاعك بكل سهولة. لازم الفيديو ده يوصل لمصر كلها، لازم مصر كلها تعرف يعني مشكلة زي ديت، ولازم تدخل وتغير الباسوردات بتاعتها حالا، وإلا كل الراوترات دي هتخترق حالا. اهو غيرناه، وكونتوني، وهنا بيقول لي هيكون 8. طيب تمام مفيش مشكلة. كونتونيو، دي طبعا بيانات الخدمة هتسيبها زي ما هي. كونتونيو. هنا بقى، هنا لازم تضغط على علامة الصح. طيب لو فرضنا ان انت ما ضغطتش على علامة الصح وكملت، مش مشكلة، هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. هنا لازم تغير في اسم الشبكة، وليكن مثلا خليها مستر تك. المهم ان هي تبقى مختلفة عن الاسم اللي موجود ده. وكونتونيو. طبعا كده انا طلعت منها لان انا غيرت الاسم. طيب انا غيرت الاسم لمستر تك اهي. طيب الدي دي زيرو اتغيرت كلها؟ لا، هي هنا دي دي زيرو جيست اهي موجودة. تمام. كانت في واحدة تانية طيب 5 جي، دي دي زيرو، دي دي زيرو، هي ال 5 جي مش موجودة. طيب انا دلوقتي لو عملت كونكت على شبكة الجيست دي اهو. طيب تعالى كده بقى نكتب الباسورد اللي انا لسه عامله حالا. نضغط اوكي. زي ما انتم شايفين كده ما استجابش، ما عملتش كونكت لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى نعمل كونكت. فين هي الشبكة اهي.
تعالى نكتب الباسورد التاني اهو 2 3 3 دي سي دي ده نفس اسم الشبكة. اوكي، عمل كونكت. لا، يبقى انا لازم كمان اغير شبكة الجست. طب اغيرها ازاي؟ خش هنا على الواي فاي، ادي كده اول شبكة، ادي تاني شبكة، تاني شبكة مقفولة، التالتة مقفولة، لازم اتأكد من كل ده، الرابعة مقفولة. انا كده عندي هنا 4 شبكات. طب ده فين؟ ده في ال2.4 جيجا هرتز. طيب ال5 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، شفت بقى، تقدرش انك تغير فيها. بس هي على فكرة هنا اتغيرت اهي لمستر تك، تمام. واكيد الباسورد بتاعها بقى برضو اتغير. يعني كده معنى كده افهم من كده ان الشبكتين بيحملوا نفس الاسم ونفس الباسورد. بس طب وحته الجست، الجست ديت بقى هي اللي خطر يا جماعه. اهي، ادي طبعا جست واحد برضو مقفوله، ادي 3 اهي، اهي شغاله. 2 اللي هي جست 1 ديت مقفوله، ما هيش متعلم على انيبل. معنى ان انا مش معلم على انيبل يبقى الشبكه دي مقفوله. طيب ديت كده دي متعلم على انيبل يعني مفعله، يعني الكل شايفها وانا داخل عليها اهو. اهو انا كونكت عليها اهو، والباسورد بتاعها زي ما هو ما اتغيرش، مع ان انا غيرت في البدايه الباسورد. طب نعمل ايه بقى في المشكله دي يا جماعه؟ تعالى بقى يا سيدي، خش لي هنا كده على الهوم مره تانية، وهات لي هنا بقى ستارت ويزر. سيبك من دي واضغط على كونتينيو. هنا بقى هنشيل علامه الصح، ودي كده المفروض تشيلها بقى من البداية وانت بتعمل اعداداتك. يعني اول ما تخش كده تعمل كونكت على الراوتر، خش على صفحة الراوتر، افتح الاعدادات ديت اللي هي الكويك سيت اب اللي في البداية، وغير هنا، شيل علامة الصح دي، هتلاقي ظهر عندك شبكة تانية اللي هي شبكة ال 5G. تعالى هنا اهو وغير الباسورد بتاعها. طب انا عايزه نفس الباسورد، انت حر مفيش مشكلة براحتك. اهم حاجة بقى الخطوة اللي جاية، حركة زي ديت عملت لي ايه بقى يا جماعة؟ حركة زي ديت هتفتح لي شبكة الجست. ندخل تاني على الواي فاي، خش بقى على ال5 جيجا هرتز، نشوف يا ترى بقت مفعلة ولا لا. كده بقت مفعلة، واقدر اغير فيها زي ما انا عايز، اقدر احدد عدد المتصلين، اقدر اخفي الشبكة، واقدر اغير الباسورد. طب اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني شبكة الجست. احنا ايه شبكة الجست؟ قلنا ان هي في رقم 3. شبكة الجست دلوقتي برضو بقت مفعلة اهوت، ان انا اقدر اغير فيها زي ما انا عايز. وليكن انا ممكن هنا اخليها مستر تك جست مثلا اهي. انا عارف دلوقتي في ناس بتقول انا عايزه اخفي الشبكه دي خالص، مش عايزها موجوده. طبعا حضرتك حر التصرف ان انت تسيب الشبكه موجوده او تقفلها خالص. طب اقفلها ازاي يا سيدي؟ اهي كده، كده الشبكه اتقفلت، كده الجست ما عادتش موجوده. تنزل تضغط تحت على ابلاي، يعني كده مفتوحه وكده مقفوله. طيب الافضل ايه؟ الافضل ان انا احدد عدد المتصلين واقفل الايه، الهيد، اضغط على الهيد واخفي الشبكه. ده الافضل. طب ليه؟ علشان لو حضرتك عايز تحدد سرعه لشبكه زي دي، ايوه انا اقدر احدد سرعه لشبكه الجست. لا ده كمان انا اقدر اعمل هنا ادي 1 2 3 والرابعه، يعني اقدر هنا اعمل 4 سرعات مختلفه للشبكات بتاعتي، مش مشكله. يعني اعمل 4 ل5 جيجا هرتز و4 ل2.4. طب انا مش عايز اعمل كل ده، عايز اقفل خالص اهو يا سيدي، مش مشكله، اقفل وننزل تحت واضغط على ابلاي. كده هي اتقفلت.
لو جيت انا بص هنا كده اهي خلاص خرج من الايه، خرج منها. طب هي فين؟ ما عادتش موجوده خلاص كده شبكه الجست راحت. يبقى انت قدامك حاجه من اتنين، انك تقفل شبكه الجست خالص او تعمل لها باسورد لو انت عايز تستفيد بيها. اهم من ده كله يا جماعه الراوتر ده سهل الاختراق زي ما كلنا قلنا كده. كلمه السر 23، اللي عرف 23 هيقدر يكتب بقيه الرقم ويقدر يعمل كونكت على الراوتر بتاعك بسهوله. زي ما قلنا في بداية الفيديو متنساش تعمل شير للفيديو ده، لازم كل مصر تشوفه، لازم الكل يعرف المشكلة دي ويحلها علشان الراوتر بتاعك مخترق. وعلى فكرة اللي بيخترق الراوتر مش بيخترق الانترنت بتاعك وبس، لا ده ممكن يقدر يخترق الموبايل بتاعك او الجهاز بتاعك ويعرف كل حاجة. خلي بالكم يا جماعة من حاجة زي ديت. كل دلوقتي يدخل يعمل شير للفيديو، يغير الباسورد بتاعه ويغير باسورد صفحة الراوتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو